مساء الخير. في الفيديو ده هوضح لحضراتكم ازاي نقدر نطلع من على تطبيق فودكس التقارير الخاصة بالطيارين وحساب الاوردرات المجمع. احنا اول حاجة من اليوزر بتاع المانجر او على حسب طبعا الصلاحيات اللي معانا هندخل على الرئيسية، هنلاقي التقارير في نص الليست، هنختار التقارير. هيظهر عندي هنا اكتر من تقرير. التقارير اللي احنا محتاجينها هو ملخص طلبات التوصيل النشطة، وعندنا تقرير تاني اسمه مدفوعات السائق. طيب انا لما بدخل على ملخص طلبات التوصيل النشطة بيبتدي يطلع لي كل اسامي الدرايفرز اللي عندي وعدد الاوردرات اللي معاهم، ودي الاوردرات الاكتف او النشطة او الاوردرات اللي هي لسه ما اتحسبش عليها او الطيار خرج بيها ولسه كاوردرز ما اتحسبش عليها ولا اتقفلت، وتوتال اماونت الاوردر قد ايه. معاه مثلا 5 اوردرات ب 300 جنيه، معاه 4 اوردرات ب 500 جنيه. طيب لو هناخد بالنا هنا هناخد بالنا ان على الشمال اسم الدرايفر هنلاقي مثلا احمد، هنلاقي ياسر، هنلاقي ان اسايند. ده معناه ان انا عندي 4 اوردرات ما اتحطش عليهم لسه طيارين، والاوردرات دي لسه نشطه ومحدش اتحاسب او حدش حاسب عليهم. فعندي هنا 4 اوردرات من غير طيارين بتوتال اماونت مثلا 500 جنيه. فده اول تقرير نقدر نطبعه ونقدر نطلعه من على الكاشير. طيب بعد كده عندنا تقرير تاني اسمه مدفوعات السائق. انا بدخل على التقرير بتاع المدفوعات، بختار اليوم اللي انا عايز اشوف فيه التقرير بتاعي. هيبتدي يطلع لي مدفوعات السائق، او بمعنى اصح عشان يبقى واضح التوتال اوردرات اللي مع الدرايفر اللي اسمه ياسر، الكاش منهم قد ايه والفيزا منهم قد ايه ولو عندنا اي بيمنت ميثود تاني. فهنا بيظهر لي كافة طرق الدفع اللي تخص الطيار ده. معاه اوردر كاش ب 144 جنيه، معاه مثلا 5 اوردرات اتحاسبوا فيزا بقد كذا، عشان نبقى عارفين الفرق بين الكاش والفيزا لكل طيار.